مازن، ذاكر يا مازن عشان هاجي اسمع لك. ماشي. بتذاكر؟ اه. الله 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 الله، كوتي شطور، كوتي امور. هي دي المذاكره؟ اه طبعا بذاكر. طب قومي، هات الكتاب، هات الكتاب. روح لي هناك، انا جايه لك. روح يا حبيبي هناك. بص يا مازن، احنا هنذاكر. تمام. انت مذاكر صح؟ اه. حفظت؟ اه. هسمع لك. تمام. تمام. بص، لو سمعت دراسات هديك 50. ماشي. بعد الدراسات لو سمعت العربي هديك ال100 بدل ال50. لا لا، الاثنين. لا، واحده بس. ماشي. انما بقى لو ما سمعتش في دي، ايه رأيك يا قمر؟ لا مش عايزه اتضرب. سمع وانت ما تتضربش. حافظ طبعا صح؟ اه. يلا نقول بسم الله. وريني الكتاب. ماشي. مراحل الدعوة الإسلامية كم مرحلة؟ 3. 4. اه. طيب المرحلة الأولى. مم. الثقافية. تصدق لا. الأغنياء. مراحل الدعوة الإسلامية احنا متفقين ان هي 4 مراحل. تمام. نقول بسم الله بقى كده ونخش على أول مرحلة. ما تمشيش معاك كده سرية الدعوة. تمشي. دي المرحلة الأولى. طب المرحلة الثانية؟ لا مش فاكرة. الله أكبر. طيب، من أبرز من آمنوا في هذه المرحلة؟ أبو بكر الصديق. تمام. والسيدة خديجة. تمام. علي أبي طالب. ابن أبي طالب. ابن أبي طالب. تمام 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 تمام. شوف لك حاجة تانية. مم. شوف لك ورا. ماشي، حلو ده. ما المقصود بالقبيلة؟ هي بعض من الأشخاص. جماعة من الناس. جماعة من الناس ينتمون أيوة. أصل. أصل ونسب واحد، أيوة. وعادات وتقاليد مشتركة. تمام. النظام بقى القبلي. لكل قبيلة نظام المتفرقة. النظام القبلي نظام من القبائل. نظام يتكون. نظام يتكون من القبائل المتفرقة، اه. ولكل قبيلة شيخ يحكم. تمام تمام. نقول بقى هنا ايه؟ اشهر القبائل. قبيلة قريش. نظام الحكم. كان بتاع لما احنا بنتكلم في القبائل يبقى نظام الحكم كان ايه؟ النظام الايه؟ لا مش فاكرة. مش فاكره. طب الحرف التي مارسوها؟ راعي الأغنام ايوه. و... والتجارة. ايوه. والصناعة يا مازن. اضحك. الطبقات الاجتماعية التي تكون منها المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كم طبقة هما؟ 3.
نخش كده في أول طبقة بالصلاة على النبي. الأغنياء من التجارة امم و... و... وأشخاص وأصحاب. وأصحاب الأراضي ومراعي الأهل. تمام. تانية. صغار التجار امم ومراعي الأهل. لأ. وأصحاب الأراضي. والحرفيين انت هتهبد. التالتة. الفقراء والعبيد. مم. العادات الحسنة والعادات السيئة في المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. العادات الحسنة. الشجاعة والكرم والصبر ووفاء بالعهد. تمام. العادات السيئة. وأد البنات وشرب الخمر والوأد بالنسل. الأخذ بالصقر. الأخذ بالصقر واللعب والميسر. عارف يعني ايه الصقر؟ يعني أخذ الطار اللي أنا هاخده منك دلوقتي بالعصاية. ماشي. من أشهر القبائل قبل الإسلام؟ علي صوتك. عايزة صوتك يجلجل كده زي ما بتقولي عايزة ألعب كده بأعلى صوت. كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء منهم. هود عليه السلام مم؟ وصالح تمام. وشعيب. شاطر. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار. غار حراء. شاطر. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم المسلمين مبادئ الدين الإسلامي في دار. دار الأرقم. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. وأنجب منها. 2 ذكور و4 إناث. تمام. عمل النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه. التجارة. تمام. من العادات الحسنى في المجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وأد البنات شرب الخمر الوفاء بالعهد الأخذ بالصقر. إيه؟ من العادات الحسنى في المجتمع شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام وأد البنات شرب الخمر الوفاء بالعهد الأخذ بالصقر. الوفاء بالعهد. علي صوتك. الوفاء بالعهد. ما تنرفزنيش. أكثر الحرف انتشارا في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. راعي الأغنام. تمام. ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في 12 من شهر. الربيع. ربيع إيه؟ الربيع الأول. تمام. نزل سيدنا جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى ليالي شهر رمضان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة يثرب الطائف حنين. كان أقول السؤال تاني ولا الاختيارات؟ الاختيارات. الحبشة يثرب الطائف حنين. حنين. تمشيش معاك الحبشة؟ تمام. تمام. ساد النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام صح ولا غلط؟ صح. ودي قاعدة عشان انت شكلك هتطول وانا تعبت. نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء صح ولا غلط؟ صح. لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين صح ولا غلط؟ صح. لعب الميسر من العادات الحسنة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. عند الهجرة بالدعوة قامت قريش بحصار ومقاطعة المسلمين. صح. ماشي. اشوف بقى ايه. ادور لك على حاجة تانية بقى.
كانت الصناعة هي الحرفة الأكثر انتشارا في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. غلط. كان النظام السائد في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام هو النظام القبلي. م? كان النظام السائد في شبه الجزيرة العربية هو النظام القبلي. صح. ماشي. قلت لي أشهر القبائل في ذلك الوقت كانت قبيلة إيه؟ قريش. تنوعت ملامح حياة العرب في شبه الجزيرة العربية كالتالي: كم حياة؟ ثالثة. كم حياة؟ لا مش عارفة. مش عارف. ما يمشيش معاك إن هما خمسة. الحياة السياسية. كمل. الثقافية. ماشي. الدينية. تمام. الإسلامية. ما هي الدينية هي إيه؟ الحياة الاجتماعية. الحياة الاقتصادية. حلو قوي. حلوة قوي. كم أنت رائع. ده خط بني آدمين. يقع الوطن العربي وسط قارات العالم القديم، صح ولا غلط؟ صح. العراق من الدول الجناح العربي الإفريقي. لا. يفصل بين جناحي الوطن العربي البحر الأحمر. صح. تعد الجزائر الدولة العربية الوحيدة التي يقطعها خط جرينتش. اه. 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 مش عاجبني. مش عاجبني خالص. طيب، تعرف تقولي موقف قريش من إعلان الدعوة؟ لا. مش عارف. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. لا، في 12 من ايه؟ اه، في 12 من ربيع الأول. تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها. تولى جده كان اسمه ايه؟ تولى جده عبد المطلب رعايته ثم توفى عندما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 8 عمر. سنوات. تمام. بقول لك طول عبد الله. والنبي والله بس ما عرفتش. كنت هتقول مرضعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان اسمها ايه؟ السيدة حليمة. طيب بعد ما توفى جده مين اللي رباه؟ عمه. عمه مين؟ لا مش فاكرة. طب أم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان اسمها ايه؟ لا مش فاكرة. مش فاكر. مش عارف. كم أنت رائع أيها الفتى الصغير. كنت قاعد بتلعب لي بالفرخة. ما أروعك. حلو أوي. نكمل بقى العبارات. ماشي. ثاني الغزوات التي خضعها المسلمين ضد قريش هي غزوة. علي صوتك. أحد. علي صوتك. علي.
انتصر المسلمين على قريش وحلفائها دون قتال في غزوة. الخندق. وإيه تاني؟ والأحزاب. بدأت مرحلة عالمية للدعوة بعد صلح. بدأت مرحلة عالمية الدعوة بعد صلح. المسلمين. احنا هنهبد. بدأت اتنرفز، وانت عارفني لما هتنرفز. كون النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قويا لتأسيس. يأسس ايه بقى بالجيش؟ يأسس ايه؟ الدولة الإسلامية. أحد أسس بناء دولة الإسلامية في المدينة، وكان مقرا للحكم. كان إيه؟ المسلمين. مقر للحكم. المسجد. الغزوة التي تحول فيها نصر المسلمين إلى هزيمة هي؟ غزوة أحد. تمام. اختبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق أثناء الهجرة لمدة 3 أيام في غار حراء، صور، سبير، الصفا. سور. تمام. انتصر المسلمون رغم قلة عددهم على قريش في غزوة بدر، أحد، الخندق، تبوك. بدر. ماشي. تمكن النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 هجريا من فتح المدينة، مكة، الحديبية، الطائف. مكة عشان ممكن في المدينة. تمام. الغزوة التي انتصر فيها المسلمون على قريش وحلفائها دون قتال هي؟ الخندق. ماشي. منعت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول لأداء العمرة يثرب، الطائف، مكة، حنين. مكة. ماشي. ماشي. اقول لك على حاجه، كيفيه دراسات عشان انا زهقت. قوم هات لي كتاب العربي عشان الحساب يجمع ويتقل. مفيش دي سوية. لا انا عايزه دي، وريني. كده بقى الحساب يجمع. فين الحاجات اللي انا بحبها فين؟ انا هعرف اجيب امها، استنى انت. الكلمه ومعناها. يبغي معناها ايه؟ تطلب. الصلاح. نبيل. زي. ده امم يعني هو مكتوب لك كده، ده انا عايزه اعرف معناها. انا عايزاك انت تقول لي انا معناها. بتضحك؟ اضحك، هضحكك حلوة قوي. هبة. هبة. امم دلالة. جلالة دي تبقى امك. هفرجك. السبيل. وداد. المضاد. لا ده معناها.
مضادها بقى يلا. الصلاح. البخل. هو انا بقول لك الكرم. لا. نبيل. حقير ووديع زيك. مضادها حقير ووديع. انما كان معناها شريف. تكاتف. حلو قوي. حلو قوي. كل شويه انا ذاكرت انا ذاكرت انا ذاكرت انا خلصت ينفع العب؟ ده انا اللي هلعب في وشك البخت دلوقتي. انا عايزاك تتبسط وتضحك على الاخر. امال لو جبت لك اسئله، لو جبت لك اسئله هتعرف تجاوب؟ طبعا مش هتعرف. عامل زي خيبتها. بتذاكر يا مازن؟ ذاكرت يا ماما. حفظت يا مازن؟ حفظت يا ماما. ولا انت ذاكرت ولا انت هبيت. اديني تليفونك. قوم هات تليفونك. تصدق ان انت تلح وبارد؟ هضحكك يا مازن. والتليفون ده مش هتمسكه تاني. ذاكرت ذاكرت ذاكرت. طب انا هسأل اخر سؤال وهشوف بقى. مش في المعاني ده، انا كنت كده بديك حاجات تافهه. اشوف يمكن عارف فيهم حاجه. كيف يتحقق الصلاح للامه؟ كيف؟ ماشي. في الدراسات زفت وفي العربي زفتين. انما ايه، مش قادره اقول لك في اللعب انت عامل ازاي. انت الله اكبر عليك في اللعب. تعليم ايه وزفت ايه ودروس ايه ومدرس داخل ياخد فلوس وخارج ياخد فلوس وانت حمار ما بتفهمش. افتح لي ايديك. لا انا بخل. اخرس. هات ايديك. هات ايديك. ده انا هطلع هلي وفلوسي اللي رايحه فيك. افتح ايدك كويس. انا بقى هفرجك. هخلي كل عصايه تنزل على ايدك تلسوعك عشان انا ادفع 600 النهارده 400 بكره. والاستاذ مش فاهم، الاستاذ حمار. اما فرجتك يا مازن، اما وريتك، ما بقاش انا. افتح ايدك. افتح لي ايدك كويس. يا انا يا انت، يا انا يا انت. انا عايزاك تضحك. انا عايزه الابتسامه على وشك اكتر. كل ما بتضحك كل ما بتنرفزني اكتر وكل ما هضربك اكتر. ماشي؟ عشان انت بني ادم ما بيفهمش، بني ادم ما بيحسش. افتح ايدك يوم. افتح ايدك. هو في ايه؟ في ايه؟ في ناس مقابليني في الشارع وانا جاي من الشغل عمالين يقولوا في خناقه عندك في البيت فوق، في خناقه في البيت عندك. خناقه ايه كفل الشر؟ مراتك عماله تصوت وتزعق ليه اتجننت؟ وانا من امتى بزعق ولا بصوت؟ هو في ايه؟ بتعملوا ايه؟ مفيش. كنا بنذاكر شويه والحماس خدنا، بعدين قلنا نفك حبه ونهزر انا والواد نلعب. ده انا حتى بص كنت مديله فلوس عشان لو جاوب كويس هديها له، وهو الحمد لله 100 100. خد يا مازن. اكيد اكيد مفيش اي حاجه. ده احنا اكيد طبعا. ده احنا كنا بنهزر شويه. طب هو انت تليفونك فصل؟ ما فصلش الا يفصل. امال ما رنتش عليه ليه وانت رن طالع؟ عليا وانا طالع بيتي ارن عليكي عشان لو عوزت حاجه. لو قصت حاجه بنزل اجيبها عادي. هو اخباره ايه في المذاكره؟ هو ما شاء الله عليه ده لبلب. ده ما شاء الله عليه. انا لا هشوف ولا شفت كده. ده الله اكبر عليه. ده اللي بيقولوا عليه المدرسين قليل. ده انا ابني نابغه. الله اكبر. النبي وصى اصحابه يسافروا فين لما ساعه الحرب؟ يا عم انا خلاص احنا قفلنا المنهج.
النبي وصى اصحابه يسافروا يروحوا فين ساعه الحرب؟ الواد ما كانش لسه اتولد، هيعرف ازاي؟ هو مش مكتوب في المنهج؟ لا ده في المنهج، امال انت بتسمعي له ايه؟ انا كنت بسمع له حاجات تانية، انت ما تسمعلوش حاجات هو ما كان غايب عارف فيها. يجاوب عليهم؟ عارف كل حاجه ما شاء الله، الله اكبر. روح بقى انزل لاصحابك عشان ما تتاخرش، هيستعوقوك. يلا يا اخويا. يستعوقوك؟ اه يلا يا اخويا وامشي كده. انت منين؟ انا منين؟ يستعوقوك؟ انا من كل حته حلوه. وانت ماشي بقى الدار عشان جارتنا ام وين وحشه دي هتلاقيها في البلكونه دلوقتي وبص عليك. يلا يلا عشان اصحابك. يلا يا اخويا يلا، لا يسيئك. خلى اصحابه يسافروا فين؟ يا عم وربنا ما كان لسه اتولد، هيعرف منين؟ ما كانش قاعد وسطهم في القعده. يلا يلا، الله يبارك لك، الله يهديكي ويصلح حالك يا رب. يلا. كلامك صح. مكه اهو، بقول لك مكه، اتفضلي. ده بيهزر. يهزر ايه؟ بيهزر. انا مسمعه له كل حاجه دلوقتي. مش هبقى انا وانت عليه. انا ليا واحد زميلي عايز واحد يشتغل عنده في الورشه، ينزل من بكره الصبح يشتغل في الورشه. لو انت عندك ساعتين فاضيين انزل. يلا الله يبارك لك. يلا ده الواد نبغه ورشه ايه؟ ده رجل المستقبل وكل مستقبل. يلا الله يهديك ويصلح حالك، انزل. هات خدها لي قوي، عمال تطبقها. افتح ايدك، افتح ايدك ياض. صدقت ان انت نابغه؟ ده انت افهم التفاهه، ده انت حمار. افتح اضحك، وربنا كل ما بتضحك كل ما بتنرفزني وتعصبني اكتر وهتتضرب اكتر. ودي حال كل حمار عامل نفسه بيذاكر وبيضحك على اهله، وهو ما بيضحكش على اهله، ده بيضحك على نفسه عشان عند الامتحان يكرم المرء او يهان زي ما هو كده ما بيتهان. فنذاكر ونجتهد عشان بعد كده محدش هيضحك علينا، احنا اللي نكون بنضحك على نفسينا.